أنه لا يكفي في طلب العلم بذل الجهد، يعني بذل الجهد من الوسائل والحفظ والسهر، بل لا بد من الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى في سؤال العلم. وإذا كان صلى الله عليه وسلم من أذكاره بعد صلاة الفجر إذا صلى الفجر قال: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. وتقدم في الأبواب الأول ما جاء في قوله: وقل ربي زدني علما. فيا أخوان، نحن مفتقرون إلى الله في جميع أمورنا، ومن أهم الأمور العلم. وطلب العلم ترى يا أخوان عبادة، طلب العلم عبادة. ورحم الله الشيخ بكر بزيد، قرأت كتبا في آداب الطلب وفي مصطلح الحديث، لكن ما رأيت أحدا نبه على هذا الموضوع، وهو أن تقصد التعبد. هذه من حلية طالب العلم، أن تقصد التعبد بطلب العلم. ما تقول والله أنا ما محتاج لهذا، لا، أنت الأمة محتاجة إليك، الأمة محتاجة إليك. إذا ما احتاج إليك اليوم احتاج إليك في المستقبل. ابن عباس هذا جاء في سيرته أنه قال لأحد أصحابه وأقرانه: قم بنا نأخذ عن أصحاب رسول الله، يعني قبل أن يموتوا. قال: هل ترى أن الناس يحتاجون إلينا؟ بعض الشباب يقول: هل ترى أن الناس في المسلم يحتاجون لنا؟ فابن عباس طلب العلم حتى أصبح إماما، والآخر لم يطلب العلم وأصبح من عامة الناس. فإذا قصدت التعبد وأن طالب العلم يرتفع درجات، كما حصل لأحد علماء السلف الصالحين حضرته الوفاة، غير القصة اللي ذكرتها لكم بالأمس، قصة أبي يوسف. القصة هذه لا، وهو في حضرة الموت محتضر، دخل عليه أحد العلماء فسأله، قال: وفي هذه الساعة؟ قال: خشيت أن أخرج من الدنيا وأنا لا أعلمها. ما تقولون يا أخوان؟ خشيت من الدنيا إيش؟ وأنا لا أعلمها، لأن مع علمي بهذه المسألة يرفعني من في درجات الجنة. فإذا تصورت أخي أن طلب العلم عبادة ثابرت فيه. ولذا يقول باتفاق أهل العلم بأن طلب العلم أفضل من نوافل الطاعات، أفضل من نوافل الطاعات.